أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ أحد الصفات التي تسبب ارتقاء الإنسان التوكل. ربما نحن غير متوجهين لبعض أفعالنا، مثلا نبتلي، نتوجه قبل الطلب من الله سبحانه وتعالى من الآخرين، نفكر بأن حاجتنا تنقضي بيد هذا وذاك، مع أن الله سبحانه وتعالى هو قاضي الحاجات، هو الذي يعطي، هو الذي خلقنا وأعطانا نعمة وجعلنا أفضل من كل موجود آخر. لماذا نحن لما تصير لنا مشكلة نتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ ولذا أمير المؤمنين أمير الكون عليه السلام يقول: التوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل عدو. تريد الله ينجيك من سوء الدنيا وما فيها، تريد الله يحرزك ويحفظك، اجعل هذه الصفة الحميدة البارزة المقبولة، وهي التوكل، في أعماق وجودك. ربما الإنسان يتوجه إلى الله ولكن بوسائط، لأن القرآن الكريم هو يرشدنا إلى هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من هم الوسيلة؟ من هم؟ لما نرجع إلى الروايات والتفاسير نرى أن هم أهل البيت، روحي لهم الفداء. الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائط لنيل الحاجات، لأنه عندهم مرتبة عالية. الشخص الذي يشكل ويقول بأنه أطلب من الله، نقول له والله قال. نحن نعمل بما يقوله الله سبحانه وتعالى، وظاهر القرآن حجة، إلا أن يكون ظاهر الآية القرآنية ما تنسجم. مثلا يد الله مغلولة، إذا نقول الله عنده يد، يصير الله جسم؟ لا يمكن. ولذا لما تقول آية القرآنية وابتغوا إليه الوسيلة، نحن نقول سمعا وطاعة. الوسيلة هم أهل البيت، روحي لهم الفداء. من توكل على الله كفاه مؤونته ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. الشخص الذي توكل على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كافل لاحتياجاته ويعطيه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى حدد موقف الطلب: التوكل على الله. وأيضا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. المن يقول للرسول، يقول الناس يجون يمك يقولوا لك استغفر لنا، نريد نتوب. لما الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله إذا طلبوا منك الاستغفار اقبل، الله يستغفر ذنوبهم،
يعني يجعلون واسطة، ماكو مشكلة. الله سبحانه وتعالى التوكل عليه، وتجعل واسطة بواسطة أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن. وأيضا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أولاد يعقوب لما انكشفت الفاجعة العظيمة في حق يوسف جاءوا عند أبيهم قالوا يا أبتاه استغفر لنا. السؤال: ما كانوا يقدرون أن يرفعون أيديهم إلى السماء ويطلبون من الله أن يتجاوز عن معصيتهم؟ كانوا يقدرون، ولكن القرآن يقول جاءوا عند أبيهم. ليش؟ لأنه أبيهم قريب إلى الله، مقبول عند الله، ولذا يقول وابتغوا إليه الوسيلة. من توكل على الله لا يغلب، هذا كلام إمام الباقر روح إليه الفداء. ومن اعتصم بالله لا يهزم. من توكل على الله لا يغلبه أحد، يكون فائز دائما، لأن الله يأخذ بيده. وإذا توسلت وتوكلت على الله في كل الحياة الدنيا لم ترى انكسار في حياتك، لم ترى انزلاق في حياتك قط، لأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا التوكل يقربك لله، ولذا الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. احنا هواية مشتبهين في حياتنا. أنا أخاطب نفسي ولا أتجاسر بمحضركم، أخاطب نفسي. أنا كثير اشتبهت، فكرت فلان وفلان يقدرون أن يقضون الحاجة، ولكن قضاء الحاجة بيد الله. لا بد أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجتك. نعم أكو وسائط، وسائط هم الذين خاطبهم الله بأنه تبارك الله أحسن الخالقين. خاطبهم بآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أو خاطبهم بآية المباهلة: أنفسنا وأنفسكم. آيات القرآن تبين لنا شخصيات الله سبحانه وتعالى انتخبهم، جعلهم قدوة. التوكل على الله. هل يجوز أن نجعل وسائط للطلب من الله؟ نعم، هو الله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن وابتغوا إليه الوسيلة. التوكل بعد الكيس موعظة. من توجه إلى الله وأراد من الله، الله سبحانه وتعالى يرفعه، يجعل له مقاما خالدا. هؤلاء العلماء تشوف تحضر في مجلس عزاء، الخطيب احيانا يشير إلى بعض العلماء ويجعلهم قدوة إليك في الحياة. لماذا؟ لأن كان لهم صفات حميدة. توكلهم كان على الله. التوكل على الله سبب النجاح، سبب السعادة، سبب الخلد. الله سبحانه وتعالى يعطيك مقاما بحيث الآخرين يتحسرون. لا بد أن نكون في أنفسنا هذه الصفات الحميدة.
شوف أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: من توكل على الله ذلت له الصعاب. إذا الإنسان توكل على الله الأمور تصير له سهلة، الصعوبات تزيل منه، وتسهلت عليه الأسباب. الأسباب تتهيأ عنده، هو يطلب حاجة، أسباب تلك الحاجات تتهيأ أمامه. وإن شاء الله نستمر بالكلام، والحمد لله رب العالمين. محمد وعجل فرج